تعرفي لو عندك ربع كيلو كبد وقوانص هتعملي بيه غدا حلو جدا سهل وبسيط وكمان سريع جدا. هنجيب بس حبايتين من البطاطس ومعاهم كوبايتين من الرز وهنعمل احلى غدا. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا نشوف وصفتنا. في حله فيها اي ماده دهنيه هننزل بيها بصلايه كبيره متقطعه مكعبات صغيره. اول بقى ما البصل يبقى لونه ذهبي كده هننزل بالقوانص، طبعا غسلينها كويس جدا ومصفينها تماما من الميه، قطعتها مكعبات وهنزل بيها. هشوح بقى القوانص الاول، طبعا كنت ضايفه القلب مع القوانص، سيبناهم بقى يستووا كده نص سوا. بعد كده الكبده غسلينها ومقطعينها مكعبات ومصفينها من الميه، هننزل بيها بقى. وعايزين الكبده وهي نازله كده تعمل صوت طشه كده عاليه عشان تاخد صدمه تقفل المسام بتاعتها فما تطلعش معانا زفاره خالص. مش هنقلبها خالص الا لما تبقى لونها مبيض كده او غيرت لونها، هنبتدي بقى نقلب. هنضيف بقى البهارات بتاعتنا، فلفل اسود وكمان بهارات ونص معلقه من القرفه. واوعي تستغني عن القرفه عشان هتديلها طعم وريحه حلوه جدا، يعني نص معلقه او ربع معلقه كده قرفه ناعمه. بعد كده هنضيف كوبايه من البسله، والبسله دي مفرزاها عندي في الفريزر. البطاطس بقى اللي كنا في اول الفيديو، الحبايتين البطاطس قطعتهم مكعبات صغيره حمرتهم في زيت غزير. وبعد كده هننزل بالبطاطس وكمان بالرز. كوبايتين الرز اللي معانا في اول الفيديو غسلناهم كويس جدا وضفناهم بقى على البطاطس والبسله والكبد والقوانص. هنضيف بقى الملح بتاعنا، حوالي معلقه كده صغيره من الملح، وكمان نص معلقه صغيره من الكركم، وكمان نص معلقه من الكاري ومكعب مرق. هنشوحهم لحد ما الرز يتغلف كده بالماده الدهنيه. بعد كده بقى معانا ميه مغليه وهننزل بيها على الرز مباشره. وطبعا مقدار الميه زي مقدار الرز العادي بالظبط، كاننا بنعمل رز عادي، يعني هيبقى نص عقله ميه كده فوق الرز. بعد كده هنغطيها، واول ما يتشرب هنهدي النار، هنديله بقى تقليبه ونهدي عليه النار. هنهدي النار بقى شمعة كده زي الرز العادي، وهنغطي وهتلاقي بقى احلى رز مفلفل مع الكبد والقوانص مع كمان الخضار. وقدمتهم بقى ومعاهم كمان شيبسي بيتي كده عملته في البيت مع سلطه خضراء، وهتاكلي احلى غدا حلو واقتصادي وكمان طعمه روعه. يعني 3 كبد وكمان 3 قوانص 3 قلوب. وعايزه اقول لكم عملنا غدا حلو جدا واقتصادي، وكمان قدمنا جنبه شيبسي وسلطه، يعني دلعناه. والرز بقى مفلفل وطعمه بجد خطير. وعايزه اقول لكم ان البطاطس المتحمره موديه طعم الرز في حته تانية، طعمها حلو جدا. البطاطس كده مع الرز مع الكبد والقوانص بجد طعمه خطير. وعايزه اقول لكم ان الرز مفلفل جدا، جربوه انا واثقه ان هو هيعجبكم. صحتين والف هنا. ما تنسوش اللايك والمتابعه لو عجبكم الفيديو.